السلامة ومرحبا بكم على قناة ايبيسكو جيتي. ان شاء الله اليوم باش تعرفوا مع بعضنا على وصفة الكفتاجي، وهو طبق تقليدي وشعبي ياسر معروف عند التوانسة واللي امتازوا به من جهة إلى أخرى. الكفتاجي اليوم باش يستحق فلفل حار، خديت 6 جرينات فلفل حار، 2 جرينات فلفل حلوين، خديت كعبتين بطاطا، كعبة طماطم، شوية قرع أحمر، واللي ما ثماش القرع الأحمر القرع الأخضر، ما ثماش القرع مش لازم القرع، يلزم بطاطا، فلفل، طماطم، والعظم من هذا هما اللي باز تاع الكفتاجي. باش يستحق شويه تابل للفاح بتاعي، شويه فلفل اكحل، وشويه من الملح. طريقة صنع الكفتاجي كما المطاعم الشعبية في تونس تختلف من بلاصة لبلاصة، وحقيقة حاجة من أصعب الحاجات اللي نجم نعاودوها في تونس. علاش؟ خاطر ما نعرفوش الدوزاج الصحيح. إن شاء الله اليوم في الحلقة هذه باش تعرفوا مع بعضنا على الدوزاج الصحيح، باش يجينا الكفتاجي خفيف، روحه خفيفة كما نتاع المطاعم، ما يجيش ياسر معبي، ما يجيش ياسر رزين. باش نسحق للقليان نتاع الخضرة نتاعي، باش نسحق زوز مقالي. اليوم حضرتهم مقلة كبيرة هذه باش نحضر فيها البطاطا والفلفل نتاعي والقرع والعظم. وعندي هذه خليت المقله صغيره باش نحضر فيها الطماطم، على خاطر الطماطم باش تمسخ لي الزيت باش تردوا لي اكحل. معناها من النصائح ومن لي تكنيك اللي ننصحكم بهم في تحضير الكفتاجي هو سخانه الزيت ما يلزمش يكون سخون ياسر باش ما يحرقلكش الخضره نتاعك، واللون نتاع الزيت ما يلزمش يكون مبدل سينو باش يصبغ لك لون البطاطا، تولي تجيك البطاطا ماهيش اللون نتاعها نتاع المقله، تجيك كحله اكثر من باش يجيك مارون. كذلك العظم. اول حاجه باش نبداو نعملوها، نحطوا الزيت، نحطوا المقالي نتاعنا يسخنوا على النار. حاولوا باش ما نحاولوش نسخنوهم على نار قويه ياسر هكاك باش ما ندخلوش الزيت وما يصيرناش روايح معناها خابه نتاع الزيت في الدار. معناها الزيت يسخن شويه شويه، يوصل لدرجه الحراريه يخليوه كونستون، معناها ما يطلعش فوقه هو. معناها انا باش نسخن الزيت نتاعي، بعديك باش نهبط له في النار، ما نخليش النار قويه هكاك باش ما يحرقليش الزيت. اول حاجه باش نقوم بها باش نحضر البطاطا نتاعي. بالنسبه للكفتاجي راهو باش تاخذ الكفتاجي باش يجيك خفيف ويجيك معناها كيما نتاع المطاعم، راهو قلل ما فيهوش برشا بطاطا. وانا نحاول انا باش نعمل اليوم ان شاء الله الوصفه كيما نتاع المطاعم، باش نخلي زاد باش نعمل شويه فريت في الاخر. البطاطا نتاعي حضرت، شد كعبه الطماطم نتاعي قصها على زوز. كما قلت لكم الطماطم باش نقليها في مقله واحده على خاطر الطماطم باش تسيب لي الواحد نتاعها. القرعه باش نقصوا جويد هكاك باش يطيب لي فيسا، ما يشديش وقت. حاولوا نقصوه بالطريقه هذه. راهو القرعه معناها ما تخليها خشين يشد برشا وقت ويبدل لك لون الزيت نتاعك. وانا نحاولوا نقصوه جويد هكايا. الحجم هذا لهنا قصيت كل شيء، حضرت كل شيء نتاعي. هذه جوست الخضره. بعديك عندنا المرحله الاخيره باش نزيدوا العظم. معناها انا باش نحط البطاطا نتاعي نحضر في الاناء هذا كله، وتوا قاعد الزيت يسخن باش نبدا في عمليه القليه ان شاء الله. شوفوا حضرت المقالي نتاعي، المقله الصغيره للطماطم والمقله الكبيره قاعده تسخن. باش نعرفوا الزيت نتاعنا سخن ولا لا، نحطوا شويه يدينا من هكا ونشوفوا السخانه معناها اللي قاعده تخرج. لان كل شيء حاضر. نبداو في قليان الخضره نتاعي. اول حاجه باش نبدا بها هي الطماطم، اذا الزيت نتاعها سخون. نشوفوا حتى الزيت نتاع المقله الكبيره حاضر. لهنا انا الخضره نتاعي غسلتها قبل وشيحتها هكاك باش ما تعمليش مشكله في رميانها في الزيت. ردوا بالكم راهو الماء مع الزيت معناها يعمل برشا مشاكل ويفرقع وينجي معناها يسيب الواحد. ماذا بينا نحاولوا نبعدوا الماكسيموم الماء قبل ما نقليو الخضره نتاعنا. قلت لكم كملت القليه الاولانيه نتاع الطماطم، خرجتها وكيما قاعدين تشوفوا. هذاك علاش انا نجنب باش ما نحطش الطماطم مع باقي الخضره، خاطر الزيت نتاعي يولي احمر وما عادش يساعدني باش ما يخرجليش اللون الباهي نتاع الكفتاجي. نكملوا لهنا عمليه القليه نتاع بقيه الخضروات نتاعنا ان شاء الله، وتكون عمليه نتاع تمت ما قلنا كان على قدر العظم والقصه نتاع الكفتاجي. كملت عمليه قليان القرعه تاعي. توا الفلفل كما قلت لكم رانا ما يلزمناش نخلوه ياسر، معناها الفلفل نتبعوه بشويه بشويه، ما يلزموش يكحال. راهو كي يكحال هذاك علاش يجينا راهو يجينا معجن ويجي مر شويه وما يجيش الزيت نتاع الشارع. لان الفلفل تاعي قاعد يحمر، قاعد كان من بعد في الاخر باش نخلط العظم نتاعي. لهنا التكنيك زاد العظم ما يلزمكش تحرقه، معناها باش نحاول نقليه في الزيت اقل حراره، ماشي الزيت هذا الكل نتاعي، لكن باش نخليه يبرد شويه هكاك باش ما تحرقليش العظمه وتجيني مزيانه ياسر. انا باش نطفي عليه النار خاطر الزيت نتاعي سخون بالكدا. هكاك تقعد العظمه كلها كامله
حضرت البطاطا نتاعي من بعد، حضرت هذا للزينه شويه بصل وشويه معدنوس. توا ما قاعد باش نفوح ونقص الكفتاج نتاعي ونذوقوا ان شاء الله. نحطوا شويه بالملح، الملح ما نكثروش ياسر، هكاك يبدا ناقص خير من يبدا زايد الملح. شويه فلفل اكحل، باهي الفلفل القرع الاحمر، بالطبيعه التابل والهريسه العربي ما ننساوش. التابل راهو هي ريح الخضره، راهو التابل علاش يتماشى ياسر مع خضره التابل. تو في الوقت الحالي باش نكتفي بهذا، بعديك الهريسه نخلطها في الاخر ان شاء الله، ونبداو في القصر نتاعنا بالطريقه هذه. السكينه هذه تشد باليد اليسار وهي باللام نتاعها متجهه الى الخارج، هكاك باش نعمل كيما طريقه المقص، ونبداو نقصوا في الكفتاج نتاعي. خش عليا عملت مقص. واللي ما عندوش ما نجمش يعمل بالسكينه هكا، نجم يستعمل المقص ويقصهم يوسع باله بشويه بشويه. تو باش نزيد نحط الهريسه نتاعي وما تخلطش الطماطم في القلير بنفس الزيت نتاع باقي الخضره، لا انا نشبع بالزيت نتاع زيت زيتونه بالطبيعه. نحط الهريسه نتاعي. الهريسه راهو ماهيش حاره، هذه ما تجيش حاره كيما الهريسه، ماهيش حاره برشا. معناها نحن توانسه بالطبيعه فلفل حار، زيدوه الهريسه الحاره هكاك يكون عملنا صحن الكفتاجي التونسي. راهو الكفتاجي اسمعني كي تاخذ صحن لازم يكون فلويد معك، معناها ما يكونش اذا معجن ياسر، اذا معجن ياسر معناها في برشا بطاطا ولا في برشا قرع، راهو شويه بطاطا كيما قاعدين نشوفوا. زدتو كابتين تورشي، عملت التورشي حضرتو ان شاء الله تنشوفوا الوصفه مع بعضنا. تعبت البطاطا وهذا هو صحن الكفتاجي بتاعي. ما قعدت باش نذوق ونقول لكم شهيه طيبه، حاولوا جربوها وان شاء الله تكون وصفه ناجحه كيما وصفه المطاعم.